يا الجوهرة قولي كلامك الأخير. طيب اسمحوا لي يلا. نهضر في هذه القضيه اللي قال هو انت باباك عنده مشاكل مع يماك وما نعرف واش. اولا بابا انا راه ميت، راه عند ربه، نتمنى يكون في الجنه ان شاء الله يا ربي اللي رزقه الرحمه والمغفره. بابا انا كان راجل صالح ولد ناس ومتربي تربيه مليحه، كي تزوج بيمه وحب خربه يفرقهم ما قدش يفرقهم. بابا ضحى وتبع يمه للمغرب، والمراه المغربيه جرجرت بابا اللي هو جزائري، جرجرات واحد منكم جابته حتى للمغرب كي حب يتزوج بيها. كي جا للمغرب هو جاي يحوس، بابا انا جاي يحوس في وجده وشاف يمه وعجباته، قالت له جيب اهلك وارواح لدارنا، واذا حبيتني اقصد الباب. هذه هي المراه المغربيه. ومشى رجع للجزائر وجاب باباه وجاب يمه وجاب عمامه واخواله واخوته واخواتاته، وجابوا السكر والحنه والحليب والتمر وداروا تقاليد مغربيه، ودخلوا وشراو القفطان على فكره من وجده، وجابوا البلوزه معاهم من وجده، شراو كلش وجاو عندها ودقوا الباب وداروا الاصول وجاو وتزوج بيمه. يمه ضحات بارضها وراحت مع بابا باسكو طلع معاها راجل نورمال تروح مع راجلها، تزوجوا على سنه الله ورسوله. كي جاو للجزائر يعيشوا فيها بخر وبحمى عليه راسه وطرد المغاربه، رفد يمه ورماها في الحداده. الناس راهي تعرف الحكايه هذه. ايا بابا ما سخاش بيمه باسكو حبها حب عميق، رفد بنته الصغيره وتبع يمه للمغرب، وكي جا للمغرب جبر فيه الكرامه والعيش الكريم. الحمد لله ونحمد ربي ونشكره اللي بابا خذا القرار هذا، نترحم عليه صباح وعشيه باسكو خذا القرار هذا اللي كان حيكون مصيري في حياتنا. ولو كان قعدنا في الجزائر وكان طلعنا كيفكم الحمد لله يا ربي سلكنا كي تربينا وسط المغاربه. نحمد ربي ونشكره على نعمه المغرب اللي وحدي انا نعرفها باسكو عايشتكم وعايشت المغاربه، نعرف انها نعمه لا تعطى للكثير. الحمد لله. وهذه هي المراه المغربيه، جرجرت الجزائر حتى عندها لدارها وتزوجاته بالحلال. وهذا هو. والسلام عليكم. اسمحوا لي واذا طولت. الله عليك يا جوهر، شكرا لك، شكرا وبارك الله فيك، ما قصرتي فيه. ما لا